اولا زي ما انتم شايفين كده، او هقول لكم احنا هنمشي ازاي او هنتكلم في ايه. اولا احنا هناخد بالتدريج كده يعني ايه دي اس، او هو شايف السوق ازاي. وبعد كده نبتدي نخش في ادواته وفي مصطلحاته، وكمان هنخش في البرايس اكشن خاصه بيه، ومنها ان شاء الله ناخد عليها الرياكشنز، وناخد عليها شويه حاجات كمان في النهايه توصلكم ان شاء الله ان انتوا تقدروا تطلعوا صفقه جيده، وتقدروا تشوفوا السوق من منظورنا او من منظور الدي اس سيستم، ومن منظور مختلف ان شاء الله يخلي السوق بالنسبه لكم ظاهر بشكل مختلف. اول حاجه المنظر اللي قدامكم دوت، اي حد منكم لو شافه هيقول لك والله ايوه ده ترند لاين صاعد، وده قيعان متصاعده او متلاحقه عليه وقمم، وهنا دي منطقه كانت دعم وبعد كده اصبحت مقاومه، وكل الكلام الجميل ده. الكلام ده مش غلط، وبرضه صح، بيعمل نتائج، ولغايه دلوقتي في اساتذتنا شغالين بيه. جميل. ولكن في احسن او اجود شويه في سبيل ان هو يخلي منطقه الدخول بتاعتنا اجود. يعني خلينا نتكلم في الاول، انت كتريدر مطلوب منك ايه؟ مطلوب من حضرتك انك تتوقع الحركه القادمه. يعني ايه؟ يعني لو حضرتك السعر قدام منك هنا زي ما انت شايف كده صاعد، مطلوب من حضرتك انك تتوقع قمته فين، هيبتدي يرتد بالهبوط امتى. اوكي. وبرضه هو هابط، يبقى مطلوب منك انك تتوقع قاعه فين، وهيبتدي يرتد بالصعود امتى. جميل. كل ما كان توقعك ادق، كل ما كان الستوب لوز بتاعك اقل، كل ما كانت اداره راس المال واداره المخاطر بالنسبه لك اجود. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لو انا توقعت السعر هيرتد من هنا وهو صاعد اهو، وفي استراتيجي تانية قالت لك لا والله في مكان اداء هو هيرتد من هنا بالظبط، فانت بالنسبه لك هتروح تحط والله كاستراتيجي اوليه، هتحط الستوب هنا فوق، وهتحط الهدف هنا عند خط الترند. هتلاقي نفسك شغال تقريبا واحد لواحد ريسك ريورد ريشيو. لكن لو عندك استراتيجي اداء في منطقه الدخول، ديك منطقه اكتر احترافيه، هتلاقي نفسك انت برضو دخلت السوق او خدت الصفقه، ولكن من مكان اداء او مكان دخول اوضح، وبالتالي الستوب لوز هيكون في نفس منطقه الاولاني ولكنه اقل، والهدف نفس الاولاني ولكنك واخد 2.5%. طب ايه اللي يدللنا او ايه اللي يبين لنا هنا؟ يبين لنا هنا ان انا لو داخل الصفقه ديت بواحد في المية هنا وواحد في المية هنا لكل تريدة، اوكي، فانا هنا هكسب 2.5% كتريد، وهنا هكسب 1% بس. هنا نفس درجة المخاطرة، لكن هنا انا هكسب اكتر علشان مكان دخولي كان ادق. وهنا انا هكسب وهعمل نتائج بس مش بنفس جودة الاستراتيجي رقم اتنين. يعني انا الاستراتيجي رقم واحد عرفت اتوقع ان السعر هيرتد ولكن مش بدقة مطلوبة. لكن الاستراتيجي رقم اتنين توقعت ان السعر هيرتد من منطقة اكتر دقة، وكمان كان الستوب بتاعي اقل، وبالتالي الهدف كان هو بالنسبة لدي او لدي، وبالتالي انا خدت ريسك ريورد ريشيو اكتر. يعني انا لو داخل هنا مرسك بواحد في المية في الصفقة هكسب 2.5 او 62%، وهنا هكسب 1% بس. لذلك الاستراتيجي رقم اتنين ادق من دي، ولكنها محتاجه جهد وتعب اكبر من الكلاسيكي، لان الكلاسيكي سهل جدا، وسهولته هي اللي خلته متوقع، وللاسف بيتضرب له ستوب لوس كتير. اوكي.
يبقى احنا كده عرفنا انت كتريدر مطلوب منك ايه. انت كتريدر مطلوب منك انك تشوف السوق بشكل كلير او واضح، علشان تعرف تحدد منطقة دخول كويسة، وعلشان كمان يكون الريسك بتاعك حلو، او هو اللي هترسك بيه في اي استراتيجي، ولكن الربح هنا يختلف، الربح بتاعك يكون اكبر اي حد. اوكي، وهنعرف الكلام ده هنربطه ازاي ببعض برضو. ولكن خلينا نشوف بقى الدي اس شاف خط الترند دوت ازاي، وشاف او هو قرر يتعامل معاه ازاي. نفس الرسمة اللي هنا هي هنا، ونفس خط الترند تقريبا. لو انا شديت خط كده من تحت هتشوفوا نفس خط الترند بالظبط. ولكن هنا الدي اس قال لك والله انا مش هشوف السوق بالمنظور ده، ان هو انا هرسم له خط وهرسم له منطقة كبيرة. لا، انا عايز مستوى واحد او خط واحد كده، هو ده منطقة دخولي، توب لوز محدد، هدف محدد، وعليه ابتدي اشتغل. لو انا جيت هنا شلت طبعا الخطين دول، وقلت انا لو بصيت او شفت السوق بالمنظور الجديد، ان انا السوق او السعر طول ما هو صاعد، او طول ما هو ابتدى يصعد، معنى كده ان اللي خلاه يصعد من تحت هما المشترين. اذا فمعنى صعود السعر من تقريبا او نقول مثلا 10 دولار ل 50 دولار فوق هنا، لو كان يعني السعر صعد المبلغ ده، فمعنى كده ان الناس اشترت اكتر ما باعت. طيب، معنى كده لو السعر لف من 50 دولار وابتدى يهبط تاني او يعكس تاني، معنى كده ايه؟ معنى كده ان في ناس هنا ابتدت تبيع اكتر ما تشتري. طيب لما هبط اصبح السعر هنا لف تاني ورجع. لما ابتدى يلف تاني ويرجع، او ابتدى يكون آه، في صعود تاني، معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا في تحت هنا مشترين. اذا فتقسيمة السوق اللي انا هقسمها الجديدة، او اللي انا هشوف بيها السوق الجديدة، اقول والله بص، هو ما دام صعد يبقى في مشترين، وما دام هبط يبقى في بايعين. وده اي حد ممكن يقوله لك، مش جديد يعني. ايه الجديد؟ الجديد هو اني محتاج اشوف سلوك المشتري في صعوده عامل ازاي، وكمان اشوف البايع لما جاي يهبط بالسوق كان سلوكه عامل ازاي. واحنا قلنا كتريدرز ان احنا دورنا نتوقع الصعود القادم. فمعنى كده ان انا دوري اتوقع الصعود ده هيبتدي امتى او هيحصل امتى، زي ما قلنا بدقة عالية شوية. يعني ايه؟ يعني انا دوري اني اشوف المشتري ده الصاعد ده. خلونا نمسح هنا علشان ما يبانش او ما يغلوش يعني. دوري هنا اني اشوف السوق ده وهو صاعد، صعد ازاي وبانهي اسلوب، وهدفه من الصعود بتاعه ايه. وهشوف كمان البايع لما يجي يهبط هيهبط لغاية فين، او هدفه من الهبوط فين. وعليهم ابتدي اقرر منطقة الدخول بتاعتي، ان انا اشتري السوق من منطقة محددة يكون البايع عايز او هيخلص بيع عندها، وفي نفس الوقت المشترين مستنيين السوق هنا علشان السعر يكون جاذب ليهم للشراء، يشتروا السوق من عنده. يبقى احنا كده عرفنا الدي اس ببساطة، وهو اني بشوف او باخد السوق عن طريق ان هو حركات صعود وهبوط منفردة بدون ما ارسم اي خطوط او اي مناطق دعم او اي مناطق مقاومة. وبعد ما باخد السوق او اشوف السوق كمشتري وبايع، ببتدي احدد قوة كل واحد منهم، سواء البايع عايز يوصل بالسوق
او يهبط بالسوق لغايه فين، سواء المشتري عايز يصعد بالسوق ويوديه لغايه فين. لغايه هنا مفيش مشكله، وده التعريف البسيط او المبسط للدي اس سيستم. نيجي بعد كده نشوف احنا هنعرف الكلام ده ازاي بقى. ماشي كويس، ايه بقى الحاجات اللي هتساعدنا ان احنا نشوف او نعرف المكان ده ازاي؟ يعني ازاي هعرف مشتري صاعد هيوصل لغاية فين، وعايز برضو اعرف هو البائع هيوصل لغاية فين، وعايز اعرف كمان تالت حاجة قلت عليها منطقة اهتمام المشتري. يبقى انا هنا علشان احدد المنطقة دي مطلوب مني ثلاث حاجات. اولا عايز اعرف المشتري وصل لهدفه فين، والبايع عايز يهبط بالسوق لهدف فين، وعايز كمان اعرف المشتري هيستنى يشتري تاني امتى. اوكي، وده اللي هنشوفه ان شاء الله في اول حاجه هناخدها في الدي اس سيستم، وهي مسميات والمصطلحات بتاعته. هنيجي هنا هنشوف الادوات الخاصه بالدي اس سيستم. زي ما انا قلت لكم ان الدي اس سيستم معتمد، او انت كتريدر بيكون اعتمادك انك تطلع منطقه ارتداد سواء الشراء او البيع بشكل اكتر دقه. اوكي، فلو تخيلنا ان عندنا مثلا سعر زي دوت صعد من 10 دولار ل 100 دولار. اوكي، وهنا البايرز تحت شايفين السعر بيصعد بيصعد بيصعد، عايزين يشتروا بس مش عارفين. تفتكروا امتى يكون السعر جذاب ليهم علشان يشتروا؟ يعني امتى السعر يكون كويس ويلفت نظرهم ويجذب انتباههم ان هو يشتروا او يبتدي يفكروا فيه؟ طيب هنبتدي نشوف السعر بيهبط مثلا من هنا لهنا، مثلا بقى ب 80 دولار. هل هيكون سعر جذاب ليهم ان هم يفكروا يشتروا؟ ما اعتقدش. طيب السعر كمل ونزل تاني بقى مثلا 60 دولار. هل السعر كده يكون جاذب ليهم ان هم يشتروا؟ ما اعتقدش. هو يعني ايه يا عم ما اعتقدش؟ هو يا بالفهلوه كده؟ لا، بس بادوات. ايه هي؟ الطبيعي علشان السعر يلفت نظر المشترين تاني انه يحصل له عمليه تصحيح. يعني ايه تصحيح؟ يعني يهبط اكتر من 50% مصاعد. يعني ايه؟ يعني السعر كان ب10 بقى ب100، يبتدي يهبط لغايه ما يوصل مثلا 40 دولار. هنا يبقى دي الاتراكتيف برايس. يعني ايه؟ يعني دي منطقه الجاذبيه، او منطقه ان السعر فيها اصبح جذاب اكتر للبايرز اللي تحت دول. ايوه، طب هنعملها ازاي او هنحددها ازاي؟ مش معقوله هنشوف كل حركه في السوق سواء صاعده او هابطه ونحدد مكانها. وبعدين الكلام اللي انت بتقوله ده مش دقيق. اقول لك الكلام يكون دقيق لما ناخد اول اداه معانا النهارده، وهي اداه الفيبوناتشي. الفيبوناتشي دي اداه بتجيبها من هنا من شريط الادوات، تكون فيبوناتشي ريتريسمنت. دي اول ما بتحط عليها ستار طبعا انتوا عارفين بتضاف في شريط الادوات عندك، وبيكون طريقه رسمه كالتالي. بناخد بدايه الضلع هنا ونطلع بالفيبوناتشي لفوق لغايه اخر ضلع، نبتدي نشده على اليمين علشان المستويات ديت تبتدي تظهر لي. اطلع بيه لاخر الضلع او لاخر الصعود، من اول الصعود لغايه اخره، وابتدي
اسحبه يمين علشان ابتدي اشوف مستويات. اهم حاجه ان يكون الخط ده على اخر الهبوط، الخط ده على اخر الصعود. مهمته ايه بقى الفيبوناتشي ده؟ مهمه الفيبوناتشي يقول لك ان والله السعر لو كان صعد فعلا $100، او كان صعوده ده $100 او بيساوي $100، فهبوطه لغايه المستوى بتاع مثلا 50%، ده معنى كده انه هبط اكتر ما صعد. طيب في الدي اس سيستم هو كده صحح؟ لا. امتى يكون صحح؟ لما يلمس مستوى ال 61.8 ده. طبعا المستويات دي انا هسيب لكم الشاشه دقيقه اكتبوها عندكم، يعني خدوا سكرين شوت، وطبعا ان شاء الله الكورس هيكون على اليوتيوب. خدوا سكرين شوت وابتدوا حطوا المستويات عندكم وها عندكم. اوكي. طيب امتى ابتدي اقول انا ان السعر بقى ملفت للبايرز؟ ما هو احنا عايزين نتفق على حاجه. احنا كدي اس سيستم تريدرز واقفين هنا، اوكي كده، احنا لا غرضنا نشتري ولا غرضنا نبيع. احنا هنشوف المشتري ايه اكتر منطقه هو هيدخل يشتري منها، ندخل نشتري معاه، وكذلك اكتر منطقه جذابه او اتراكتيف برايس للسيلر او البايع وندخل نبيع معاه. ده ليه؟ لان احنا ملناش مصلحه نشتري عمله قصاد عمله. يعني مثلا اللي رايح يشتري الجي بي بي او رايح يشتري الدولار الامريكي ومسافر، يعني اللي مسافر امريكا فرايح يشتري الدولار علشان هو مسافر، فبأي سعر هيشتري. ممكن يزعل شويه ان السعر زاد سعر قل، مش هتفرق له كتير. لكن احنا تريدرز يعني احنا بنشتري عارفين هنشتري بكام، ولا قدر الله لو هبط نطلع بستوب لوز كام، وان شاء الله لما يصعد ناخد التيك بروفيت بتاعنا امتى. وملناش علاقه بيه تاني. الدولار انا ماليش علاقه بيه، يطلع ولا ينزل سعره كام انا ما يشغلنيش. انا اللي يشغلني ان انا هشتريه امتى وابيعه فين، او هبيعه فين واخد التيك بروفيت بتاعي فين، مش اكتر من كده. اول منطقه او اول منطقه الاتراكتيف برايس او السعر يبتدي يكون جاذب للمشترين ان هم يشتروا، هي مستوى ال 61.8. طبعا انتوا اول ما هتجيبوا الفيبوناتشي تبتدوا تعدلوه وتظبطوه وتحطوا المستويات بتاعتكم، هيظهر لكم بنفس المنظر اللي ظهر لكم بيه ده. اوكي. ادي اول حاجه. يبقى اول اداه معايا هي الفيبوناتشي. طيب السعر هبط مثلا للمستوى آه ده أهو. السعر هبط للمستوى مثلا 79، ابتدى يصعد تاني. هنا هيجي لي او هيجي دوري. ركزوا انه صعد للمستوى ده. اوكي. هنا هيجي دوري انا كتريدرز واسال نفسي سؤال، والله حتى لو انا اشتريت، هو السوق ده هدفه يوصل لغايه فين، او المشتري ده عايز يطلع لغايه فين، ومن خلاله اعرف هو هدفه فين واعرف هبيع امتى. خلاص. هيجي الاداه الثانيه او ال- السوق ماشي ازاي قبل الاداه الثانيه. والله الطبيعه او احنا كمحللين فنيين بنمشي ان الماضي بيتعاد او التاريخ بيعيد نفسه. فقالوا والله ان ما دام الحته او حته الصعود دي كانت $100، او الضلع لما جاي يصعد من 10 ل 100 فكانوا سي $90 $100 ايا كان، فنتوقع ان السعر يكون صاعد بمقدار ضعفين ما صعد الاول. يعني هو صعد من هنا من 10 ل 100، فمعنى كده انه لازم او ان هنا اقول ان السعر اكتفى من الصعود، اوكي،
لما يوصل ضعفين مصاعد الاول. يعني هنا صعد 90 دولار، فهنا المفروض يصعد 180 دولار علشان اقدر اقول ان السعر كده اكتفى من الصعود. اوكي. طيب انا برضو هفضل اقيس كده؟ اقول لك لا، عندي اداة تانية، ودي اداة آه، معرفة الاتجاه، او معرفة نهاية الاتجاه الصاعد ونهاية الاتجاه الهابط. تمام. وهي الفيبوناتشي الاتجاهي، او الفيبوناتشي الاكستنشن ليفل. اهو موجود في نفس القائمة. اعمل له ستار وتبتدي ترسمه. مثلا خلينا نرسمه ونطلع مستوياته. دي مستوياتنا. هتكتبوها كده وهتعملوا الاعدادات بتاعتكم تحت نفس الكلام. الشاشة دقيقة برضو او اقل، يعني ثانية ثانيتين. تمام. طيب بيترسم ازاي الفيبوناتشي ده؟ اول حاجة عايز، او اول معلومة عايز اديها للفيبوناتشي، هقول له والله هو السعر صعد كام في اول مرة، اول ما ابتدى يصعد. هحط هنا الفيبوناتشي على اول نقطة الصعود، واحط تاني نقطة هنا على اخر نقطة الصعود. لو تفتكروا الفيبوناتشي العادي بتاعنا او الاكستنشن ليفل، رسمناه على نقطتين بس، خدنا من هنا لهنا وخلاص بس. لكن الفيبوناتشي ده هنرسمه على 3 نقط. ليه؟ لانه عايزين نعرف الاتجاه وصل لغايه فين. ايه هما ال3 نقط؟ اول نقطه اللي تحت دي، اللي قلت لكم السعر ابتدى من عندها. تاني نقطه دي اللي السعر انتهى وابتدى يلف من عندها. طب تالت نقطه ايه؟ اللي انا قلت لكم خلي بالكم منها، هو ارتد من عندها تحت دي. تمام. وطبعا بسحب ايدي، لان انا لو رسمت الفيبوناتشي كده هتجي لي المستويات بتاعتي اللي انا عاوزها بايدة كده. فانا بمطها شويه زي ما انتوا عايزين او زي ما انتوا حابين، بحيث ان هي تكون واضحه لي اكتر. اوكي. هنا هبتدي اشوف المستويات اللي ظهرت لي. ظهر لي اول مستوى اللي هو 1.618 ده، وظهر لي تاني مستوى اللي هو 2. معنى كده ايه؟ الاتنين ده معناه ان دي بالظبط مرتين، او مستوى ال 200%. تمام. صعود. يعني هو لو صعد من هنا من 0 ل 100 فصعد 100، فمعنى كده انه ابتدى يرتد من نقطة التحول من هنا للصعود للمستوى ده بنسبة ضعفين ما صعد هنا. عشان كده سميناه مستوى ال 200%. يبقى انا عندي اداتين هم دول اللي هعتمد عليهم اعتماد كلي، مفيش غيرهم بس. في الدي اس. والدي اس هو بيخليك تشوف السوق بعينك. يعني الناس او الطلاب اللي بتكون معايا بقول لهم ما ترسموش حاجه، شوف السوق بعينيك وطلع فيبوناتشي واحد، انت كده خلاص حللت السوق كله بدون ادوات كتير. اوكي. معنى كده بالفيبوناتشي ده بيقول والله ان الموجه ديت الصاعده، او الباير ده عايز يوصل السوق لاعلى منطقه ليه، او للمنطقه دي هيكون بالنسبه له تارجت دون. هو عمل التارجت بتاعه وكده تمام، هيبتدي يضعف ويفكر في الهبوط. اوكي. طيب لغايه هنا تمام، لغايه هنا تمام. هو مين بقى اللي صعد بالسوق؟ يعني مين القائد بتاع الصعود؟ مين المشتري اللي صعد بالسوق ده كله وصله لهنا؟ هل هو المشتري ده، ولا المشتري ده، ولا المشتري ده؟ احنا اتفقنا ان السوق بدل ما السعر بقى كان بينزل وابتدى يصعد، فمعنى كده انه في مشتري، فده مشتري. هل هو ده اللي صعد بالسوق؟ اقول هنا يجي المصطلحات بتاعه الدي اس سيستم. هو الدي اس سيستم قسم السوق ازاي
وهنعرفه ازاي؟ والله لو تخيلنا ان السوق ده عباره عن جيشين، جيش للسيلرز وجيش للبايرز. اوكي، فالصعود بتاع البايرز من هنا، او لما ابتدوا يصعدوا من هنا، قائد الحركه الصاعده ديت هو اللي تحت. قائد الجيش دايما بيكون هنا في مركز القياده. مثلا هو ده اللي بيحرك الجيش كله، سواء صاعد او مصحح. اوكي، احنا عرفنا طبعا يعني ايه تصحيح. طيب، وبعدين بيبتدي يجي وراه هنا قائد برضه للصعود، ولكنه باير، او قائد لحركته بس. يعني الباير ده هو قائد للحركة بتاعته دي، لكن اصل الحركة او اصل الصعود كله هو سترونج باير، او الاس بي. وده اول مصطلح واول مسمى عندنا. اوكي، يبقى سترونج باير هو القائد لحركة الصعود كاملة. اوكي، طيب اللي يجي بعد منه، هو باير وقائد لحركته بس. يعني ايه لحركته؟ يعني هو قائد للحركة دي بس. زي ما رجعنا هنا، فهو قائد ده مثلا قائد للحركة دي بس. صحح اتوجد هنا باير، فهو قائد للحركة دي بس. اوكي، فممكن الباير ده يصحح علشان يكمل صعود. اوكي، فالباير اللي هيتوجد او هيظهر هنا هو قائد للحركه اللي هتكون دي بس. اوكي، فمعنى كده باير هنا هو باير بس، مش سترونج باير. معنى كده انه قائد لحركته الصاعده فقط لا غير. اوكي، بعد كده هنيجي للمنحنى الهابط. مين اقدر بايع او اكتر بايع قوي في السيلرز اللي انتوا شايفينهم قدام منكم المكتوبين بالاحمر دول؟ تتوقعوا انا لو انا قلت ان ده بايع ودي منطقته، فهي اتكسرت اوريدي بالفعل وصعد. معنى كده ان مش ده اقوى بايع، مش ده البايع اللي قدر يقف قصاد المشتري اللي تحت ده. طيب، ده البايع اللي قدر يقف قصاد المشتري؟ والله نشوف. البايع ده الزون بتاعته اهي. هل البايع ده قدر يقف قصاد المشتري؟ لا، برضه ما قدرش. ايه، يبقى ده مش ده اقوى بايع. تعالوا نشوف اللي فوق منه. هل البايع ده قدر يعكس اتجاه السوق ويخليه يهبط؟ تعالوا نشوف. اه، خلاه يهبط. ليه؟ ما كسرش، مفيش حاجه صعدت غير زي هنا. هنا السعر هبط من عنده، انه صعد كمل اتجاهه، لكن هنا ما قدرش. اصبح ده هو قائد الحركه الهابطه، زي ما هنا قائد صعود، زي ما هنا قائد هبوط. وده اللي بنطلق عليه سترونج سيلر. يبقى احنا عندنا او قسمنا السوق، عايزين نعرف اول حاجه احنا قلنا السوق بيتكون ازاي او بيمشي ازاي، وايه هي الاتراكتيف برايس او المنطقه الجاذبه للشراء. وبرضه هي لو العكس صحيح هتكون جاذبه للبيع. وكمان شفنا السوق صعد لغايه فين بالاداتين اللي احنا هنشتغل بيهم او هنكمل شغل بيهم، وهي الفيبوناتشي والفيبوناتشي ريتريسمنت. هنيجي هنا عند آه، المصطلحات اللي هتخلينا نقسم بقى الموجات الكبيرة اللي احنا خدناها ديت لموجات أصغر منها، علشان نعرف نتعامل معاها بشكل أدق، لغاية ما هنيجي برضو نفصص الموجات ديت كبرايس أكشن، ونعرف بالظبط إمتى السعر هيرتد. أوكي؟ طيب كده عرفنا إن في حاجة اسمها سترونج باير وباير وسيلر وسترونج سيلر. السيلر هو
البائع الموجود في منتصف الحركة، والسترونج سيلر هو البائع الموجود في أول الحركة وهو قائد الهبوط، وكذلك السترونج باير هو المشتري الموجود في أول الحركة وهو قائد الصعود، وكذلك البايرز هم المشترين الموجودين في منتصف الحركة. لغاية هنا احنا تمام، قسمنا السوق، عرفنا لما يجي قدام مننا شارت زي ده كده هنقسمه ازاي. ده اللي هنشوفه في الجزء المتبقي ان شاء الله من المحاضرة. هنيجي بقى نطبق الكلام او المصطلحات بتاعتنا ديت على السوق. والله احنا شايفين هنا السوق كان في حالة هابطة اهي، اوكي، وابتدى يعكس اتجاهه ويصعد لغاية ما كون حركة صاعدة كبيرة زي ما انتم شايفين اهي. كل دي اجي هنا انا علشان اشتغل مع السوق هعمل ايه؟ هقول له والله مين اللي بدأ الحركة دي او مين اللي بدأ صعود اصلا اول واحد. الاقي ده، يبقى ده هو السترونج باير، هو ده قائد كل حركة الصعود اللي انتوا شايفينها دي. اوكي، هنشوف ان هنا السعر صعد، وبعد ما صعد هبط، بعد ما هبط صعد تاني وهبط وراح مكمل صعود. لو جينا قسنا هنا وشفنا الكلام اللي احنا قلناه مفيد ولا لا، او نشوف السوق ماشي ازاي بوجهة نظرنا، هلاقي ان هنا في ارتداد وحركة هبوط. هنا تسأل نفسك سؤال، هل البايع ده قدر يقف قصاد المشتري ده؟ مش عارف الإجابة. إيه اللي يبين لك الإجابة؟ إن الزون بتاعة البايع اللي هي كده، اللي هو البايع ده لو كان قوي ما كانش حد كسره. فمعنى كده إن الزون بتاعته اتكسرت إن هو ما كانش سترونج سيلر، وكان سيلر بس. خلاص. فمعنى كده ان اللي واجه اول حركه السترونج باير هو السيلر. خلاص، يبقى انا عندي هنا سترونج باير اتبعه سيلر، هبط السعر صعد، سيلر جديد هبط السعر صعد. لما هبط السعر هنا كان في مواجهته السترونج باير هنا ولا ايه؟ لا، كان مواجهته هنا باير بس. خلاص، يبقى ده السترونج باير لانه اقل واحد هو اللي وقف. يعني هو ليه سترونج باير؟ علشان نعرف نحدد السترونج سيلر اللي هنا. هو سترونج باير لانه لاحظوا كده الحركه الهابطه دي، ده حاول ما قدرش، ده حاول ما قدرش، ده برضه باير ما قدرش. ها هنفضل طالعين لغايه فوق. شايفين ده؟ سوري، شايفين ده؟ ده السترونج سيلر، ده قائد الحركه الهابطه اللي احنا نزلنا فيها كل ده. هل شايفين من البايرز دول، يعني مثلا ده باير وده باير وده باير، كل اللي انتوا شايفينهم دول، هل حد قدر يكون قدام منه موجة قوية؟ تمام. طيب، مثلا لو خدنا ده هنقول والله هو سترونج باير قدر يكون الموجة اللي قدامكم دي كلها، او الحركة الصاعدة اللي قدامكم دي كلها، ولكن السوق ما احترمش مناطقه وكسر الزون بتاعته او كسر المنطقة بتاعته. هنيجي تحت، ننزل كمان 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 لغايه ما نشوف الحركه اللي قدام مننا دي. اذا فده سترونج باير ليه؟ لانه قدر يتصدى للحركه الهابطه القويه اللي انتوا شايفينها، اللي احنا جايبينها من الاول للاخر. ايه؟ فمعنى كده ان ده يتصدى للسترونج باير ده جميل، ولكن هنا تمام في منطقه تسمى التشيك ميت هناخدها، او السي ام. سي ام دي هي منطقه الاستحواذ او منطقه السيلر ده. اوكي، طيب بعد كده
ابتدى السوق يصعد، كون سيلر جديد يهبط، فكون باير جديد، فابتدى السوق يصعد ويكسر منطقة آخر واحد ده، ويكسر منطقة ده كمان. معنى كده إن الباير دوت هو سترونج باير، وإن الباير ده والباير ده أقوياء، عشان كده قدروا يكسروا الزون بتاعة أو المنطقة بتاعة السيلرز دول ويطلعوا لفوق. خلاص. لو تفتكروا لما جينا قلنا الادوات، قلت لكم انا لما اجي اشوف او استخدم ادواتي او اعرف اشوف السعر هيبتدي يصعد لفين ويرتد منين، قلت لكم هستخدم الفيبوناتشي والفيبوناتشي الاتجاهي. تعالوا نطبق الكلام ده برضو على الشارت. احنا اول حاجه قلنا ان الفيبوناتشي بيصعد او باخده من اول ما السوق صعد لغايه ما يرجع يهبط ويكمل تاني صعود. وعلشان يكون السعر هنا جاذب للمشترين لازم يكون تخطى مستوى ال 61. خلونا كده، بداية الحركة فين؟ بداية الحركة اهي، نهايتها اهي، من هنا لهنا. اوكي. لو خدنا الفيبوناتشي كده هنشوف ان السعر فعلا هبط باكتر من 61% اللي هو المستوى ده اهو، نسبته اهي. هبط باكتر من كده وارتد بالظبط من المستوى الاحمر ده اللي مكتوب رقمه هنا ده، اللي هو مستوى ال 79. ابتدى في الصعود. يبقى انا اول معلومه جات لي او اول معلومه خدتها ان السعر فعلا ارتد من مستواي الدقيق بالظبط اهو، بالظبط اللي هو ال 79. طبعا في تكمله الدي اس او في تكمله الكورس كامل بنكون احنا عندنا من التأكيدات ومن الحاجات اللي تخلينا نقول والله احنا هنشتري من المستوى ده بس، ونحط مستوانا عند المستوى ده بس. علشان كده انا قلت لكم في مقدمة الكورس ان انا بنقي منطقة كويسة يكون الدخول فيها اداء، ويكون كمان الستوب اقل والهدف اكبر. ماشي. يبقى كده احنا عرفنا ان السعر صعد هنا ورجع هبط هنا ومكمل صعود تاني. طيب احنا قلنا ان السعر بدل صعد كده يبقى هيصعد مرتين اكتر، يعني قد ما صعد في المره الاولى هيصعد مره كمان، او 200% او مستوى ال 200%. ركزوا كده، احنا رسمنا عند واحد، اثنين، ثلاثة، من بداية صعوده، من بداية صعوده للمنطقة اللي ارتد منها بالهون. ركزوا هنا، قبل ما يوصل لمستوانا اللي هو بتاع المستوى ال 200% اللي هنا، وده برضو مستوى ارتداد لينا اللي هو 1.618. من عند المستويين دول يبتدي الارتداد ويبتدي نشوف ارتداد للسوق. طبعا في المستويات المتقدمة هنشوف ان المستويات اللي فوق ديت فاعلية. يعني عندنا مستوى مهم جدا 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 وهو المستوى ده ال 2.764، مهم جدا جدا وبتحصل منه ارتدادات قويه جدا. خلاص. ده بالنسبه لحته او جزء الادوات. نرجع تاني نقسم السوق كباير وسيلر علشان نبتدي نعرف هنستخدم بقى ادواتنا، نبتدي نستخدم الدي اس امتى. هنا زي ما انا قلنا، هنا كان في سيلر والزون بتاعته اتكسرت او السي ام، وده هنعرف يعني ايه تشيك ميت في البرايس اكشن في المحاضره اللي جايه. وادي كمان سيلر، وادي كمان سيلر. طب ده ليه مش سترونج سيلر؟ لان منطقته هنا اتكسرت اهي. يمكن بتلاحظوا في الفيديوهات اللي انا بنزلها للصفحات ان انا بكون عامل منطقه سترونج سيلر او مستوى ال 100%. برضه ان شاء الله هنشوفه يعني، ونبتدي نشوف كده صعود
وهنا نقول ده سترونج سيلر ولا لا. نيجي نشوف المنطقه بتاعته. المنطقه بتاعته هنا تم كسرها، يبقى ده مش السترونج سيلر، يبقى ده سيلر بس لسه. خلاص. وده باير، وده كمان باير، ده كمان باير، ده كمان باير. اوكي. طيب وبعدين ابتدى السوق يصعد 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 لغايه ما كون الهاي ده. وبعدين هنشوف المنطقه بتاعته كسرت. لا. هو ده سترونج سيلر. ليه؟ هو ده الوحيد اللي قدر يوقف موجات الصعود اللي فاتت دي كلها. عذرا يعني. هو ده السيلر الوحيد اللي قدر يوقف الموجات الصاعدة دي كلها. ابتدى من عنده يحافظ على الزون او السي ام بتاعته، وابتدى الدنيا من بعدها تهبط. اوكي. طيب تعالوا نشوف ايه اللي بعد كده هنتعامل معاه او هنتعامل معاه ازاي. هنيجي هنا نشوف ده سترونج سيلر، وجهه تحت هنا باير، ووجهه بعد كده سترونج سيلر ولا سيلر؟ لا سيلر بس. ليه؟ لان السترونج سيلر قائد الحركه اهو هناك. وبرضه لو جينا بنفس المنطق عملناه تحت، شفنا ادواتنا، هنلاقي ان السوق ابتدى من هنا. هناخد الفيبوناتشي، ركزوا في المستويات بتاعتكم. طبعا دي عكس الحركه اللي فاتت، كانت صاعده هنا هابطه، هنا ارتد من مستوانا بفضل الله اللي هو ال 85.40 اهو. طبعا زي ما قلت لكم بيكون معانا ما يكفي من الادوات المساعده اللي تخلينا ان شاء الله في الدي اس نحدد مستوى من المستويات اللي انتم شايفينها دي كلها، ونقول هو المستوى ده اللي هندخل منه، ويكون دخولنا دقيق، ويكون معاه كمان ستوب قليل وهدف كبير زي ما قلنا. اوكي. هنا ده سيلر، وهنا حصل الارتداد. تعالوا نشوف الهدف بتاعنا فين اهو. برضو فضل الله فضل ربنا كان الارتداد من ملامسة مستوى ال 200% بتاعنا والصعود. زي ما قلت لكم هو الدي اس عبارة عن اننا بنشوف قوة البايع وقوة المشتري ونحدد منطقة بينهم. لو تخيلنا ان احنا لما قسنا كده بالفيبوناتشي الاتجاهي وقال لنا والله هو البايع اخره عند المستوى زي ما انتم شفتوا هو لمس المستوى، وقلنا يعني بالمناسبه دي كانت صفقه او تنفع صفقه جيده عندنا بالدي اس. وقلنا كمان ان المشتري اصبح السعر عنده جاذب او اتراكتيف برايس في المستوى ال 61 بتاعنا. تخيلوا انا اكدت ان السعر هنا بالنسبه ركزوا في الحركه دي تاني، معلش المبتدئين يصبروا علينا شويه لان انا عارف ان في محترفين او ناس فاهمه هتسمعنا. لو اخدنا كده فيبوناتشي عشان نعرف المكان اللي هيكون جاذب لما المشترين صعدوا وابتدوا يهبطوا تاني بالسوق، عايزين نعرف المكان اللي هيبتدي يكون اتراكتيف برايس. انهي مكان؟ مكان اللي هو ابتدى من 61، انهي مستوى ده؟ يبقى انا كده عرفت ان في هنا عند المستوى ده كده مشترين. خلاص. وجا هنا برضو قست قدرة البائع على الهبوط. تمام. مش احنا قلنا الفيبوناتشي ده او الاتجاهي بيقول لنا قدرة الهبوط لغاية فين، البائع ده هيقدر يهبط لغاية فين. فاداني البايع هبوطه لغاية نفس المستوى. ركزوا كده، نفس المستوى بتاعنا. ركزوا في ده، مستوى ال 200%.
هما الاثنين بخط اسود. ركزوا هنا كده، لقوا ان المستويين تلاقوا مع بعض، لذلك كانت الصفقه زيرو انعكاس، هو يا دوب لمس وصعد. وهنا هو ده ببساطه خالص دي السيستم. بكل بساطه هو هنا حدد قدره البائع وحدد قدره المشتري، الاثنين تناغموا وتلاقوا في مستوى واحد بتاكيدات كفيسز او كاليوسري بيلدينج، حاجات احنا بناخدها. الاثنين تلاقوا في مستوى واحد، فكان الارتداد بدون انعكاس. والله العظيم انا ما فتحت الشارت ده غير قدامكم حالا والله. خلاص. طيب هقول لكم الحاجه اللي هتخلي برضو وجهه نظركم تختلف. مش البايع ده ليه منطقه اتراكتيف برايس تكون جاذبه، ان السعر او ان البياعين تكون جذابه ليهم ان هم يبيعوا تاني؟ اه. اعرفوا ازاي؟ خلوني امسح الفيبوناتشي عشان ما تتلخبطوش ان شاء الله تتعودوا يعني. خليني امسح الفيبوناتشي كده. ايه المنطقه اللي تكون جاذبه للسعر ده عشان يرتد؟ منطقه 61. قالوا ان هو جه قبل المنطقه بالظبط. كمان لا، انا راسم الفيبوناتشي غلط. تقريبا عند المنطقه بالظبط وابتدى يرتد. طب لو انا قلت لك احنا اوريدي هنشتري من هنا، حط ستوب قليل، ان احنا مكاننا اداء. وطبعا الستوب احنا عندنا بنحدده بمؤشر مهم جدا اسمه الديلي رينج. ركزوا هنا، ده اسمه الديلي رينج. اوكي. الديلي رينج ده بمؤشر مجاني لاي حد، بيحدد لنا السوق بيتحرك كام بيبس في اليوم. بصوا كده في رقم 89.58، يعني السوق ده تقريبا بيتحرك 89 كل يوم في متوسط الاسبوع اللي احنا فيه ده او الاسبوع اللي فات. تخيلوا ان انا هقول لكم ان هدفنا هيكون عند نقطة اهتمام السيلرز. يعني انا خدت صفقتي من هنا لما البايع والمشتري اكدوا عليا منطقة دخول هنا، وقلت والله انا هطلع من السوق مكان ما السيلرز هيبتدوا يكون السوق ده في دايرة اهتماماتهم. فاكرين الرسمة اللي انا رسمتها لكم؟ شخص كده قلت لكم انا ماليش دعوة بالبايع والمشتري، انا شخص تريدر، يهمني ان انا اشتري امتى وابيع امتى. هو ده ببساطة الدي اس سيستم. عملي والله على الشارت، يعني الكلام ده روحوا طبقوه هتلاقوه بفضل الله بيتحقق قدام منكم. دي كده كانت اول محاضره في الدي اس سيستم. عرفنا المصطلحات، عرفنا بنقسم السوق ازاي. ممكن تكون محاضره دسمه او كبيره او فيها معلومات كتير. هحاول ان شاء الله اعمل لكم حاجه متابعه، نطلع لايف كده يوم في الاسبوع ولا حاجه، ندردش. آه، ده هيكون بالنسبه لكم محاضره اولانيه، مطلوب منكم تطلعوا السترونج سيلر، تاخدوا وجهات نظر للسوق. هفكر لكم في حاجة برضو، كل ده هيكون مجاني يعني، تكون مساعدة ليكم تفهموا منها الدنيا أكتر، تعرفوا منها الدنيا هتكون ماشية إزاي أكبر بشكل أحلى. تابعوا قناة التليجرام، اعملوا اشتراك في القناة. إن شاء الله ننزل فيها حاجات، وهنبتدي ننزل تحليلات للأسواق، وممكن نطلع عليها لايف كمان. دي كانت أول محاضرة. إن شاء الله المحاضرة اللي جاية هتكون محاضرة مهمة جدا جدا جدا، وهي محاضرة البرايس أكشن. نتعمق شوية في السوق وناخد السوق بشكل أو بوجهة نظر أكبر شوية منه. إن شاء الله نبتدي ناخد الرياكشنز، نبتدي نكبر معلوماتنا ونزودها. أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله.